سايكو دراما. لا مش نوع جديد من الدراما، السايكو دراما نوع موجود من الدراما، ما كنتش قلقان منه. لا بالعكس، بالعكس انا بحب الحاجات لا انا كنت بطمن عامه يعني، كنت مبسوط بمناسبة عيد الحب هل في اغنيه جديده لعيد الحب؟ مش عارف والله. شباب عايزين نقول لك منور الدنيا، تقول النهارده بقى لاحمد سعد. خلاص يا ندى تقول لاحمد سعد النهارده وحبيبنا بقى. مبروك، الف مبروك. الالبوم حلو قوي قوي قوي. ماسك نفسه، في تراكات كتيره جدا 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 عجبتني. يعني لا تقريبا فوق ال 80% من الالبوم عاجبني، فدي حاجه اصلا بقالنا كتير ما شفناهاش، وبقالنا كتير ما شفناش البوم ماسك نفسه كده. انت استاذ في السلطنه، بس مين بيسلطنك؟ لا ناس كتير بتسلطني، ذكرى بتسلطني وام كلثوم بتسلطني وناس كتير بتسلطني. ذكرى طبعا على ام كلثوم، طبعا احنا في الذكرى ال50 كمان، فتقول ايه بقى عن كوكب الشرق؟ لا ام كلثوم يعني مش محتاج اقول عنها بالظبط. اكرامك يا بريس، ما انتوا كلكم كنتوا خايفين من هنا الزاهد في الكواليس بتستخبوا منها. لا ما كنتش بستخبى، بس كنا خايفين. شايف هنا الزاهد باربي لما يطلع ده منها ازاي ده حصل؟ عشان ممثله شاطره جدا ومتمكنه جدا ومختلفه واجتهدت واشتغلت على نفسها وعامله شغل خطير الصراحه. شايف ردود الفعل كده حوالين الدور وحوالين دورك كمان نجاح كبير اعتقد الناس الحمد لله بتتكلم عنه. لا الحمد لله ردود افعال خطيره الحمد لله. يعني حتى على منصه وفي اوف سيزون وقبل رمضان يعني، وسبحان الله نجاح جبار. بالعكس انا بحس ان الحاجات اللي اوف سيزون بقت بتنجح اكتر من الحاجات اللي في سيزون. الصورة الجماعية ناخدها المهرجان، ويعني تقدير كويس جدا الحمد لله من النقاد والجمهور، وبشكر شركة فون مصر على إنتاج العمل القوي رحيم. الحلقات الجديدة من مسلسل الأب الروحي شايفها البداية إزاي وتفاعل الجمهور معاها إزاي؟ الحمد لله يعني هو مسلسل ناجح من الجزء الأولاني، وهيكمل إن شاء الله الجزء الثاني ده بإذن الله هيعجب الناس أوي إن شاء الله. لسه والله لسه في حاجات